الحالة دي مش عن النسيان العادي، دي عن اللحظة اللي بتحس فيها إن جزء من حياتك مش موجود، عن العقل اللي بيحميك بطريقة غريبة أوقات، عن إحساس غريب إنك عايش بس مش فاهم نفسك، عن الفراغ اللي بيتسع جوه قلبك من غير سبب ظاهر، عن لحظة الصدمة اللي العقل قرر يحميك فيها بس بطريقته. ودي مش ضعف ولا هروب، دي محاولة النجاة. شوية وقت هنقضيه مع بعض أو مع نفسنا، مع إحساسنا، مع اللحظات اللي مش واضحة، ومع الأسئلة اللي مش محتاجة إجابة دلوقتي، بس محتاجة نفهمها ونحس بيها ونرجع نلمس نفسنا بطريقة أهدى. في لحظة معينة بتحس إنك موجود بس جزء منك مش حاضر، جزء منك واقف بره بيراقب. ساعات بتحس بتقل مش مفهوم، وساعات بتحس بالضيق من غير سبب، ساعات بتحس بالخوف من غير موقف، وده شعور صعب جدا، لكنه مش ضعف ومش هروب ومش حاجة غلط. ده إحساس موجود، إحساس عميق جواك بيطلب منك بس تقف وتسمع وتحس وتستوعب نفسك. شوية وقت هنقضيه مع بعض هنقعد فيها مع الإحساس ده، مع الفراغ، مع الغموض، مع اللحظات اللي مش واضحة، من غير ما نحاول نفسر كل حاجة، من غير ما نحاول نجيب سبب، من غير ما نحكم، بس نحس ونتعلم نعيش مع اللي جوانا. عايزاك تعرف عزيزي المستمع إن النسيان مش بإيدك. في فرق كبير بين إنك تنسى حاجة وبين إن الحاجة تتشال منك من غير ما تاخد قرار. النسيان اللي بيحصل بعد الصدمات النفسية مش اختيارك، مش إرادتك، ومش لأنك ضعيف، لكن هي دي الطريقة اللي العقل بيحميك بيها من حاجة أكبر من قدرتك على التحمل. العقل بيقفل ذكريات، بيخفي تفاصيل، وأحيانا بيشيل إحساسك بنفسك، مش علشان يحميك لكن علشان تحافظ. وده بيخلي الشخص يحس إنه واقف قدام باب مقفول، يحس إنه في حاجة وراه، بس كل ما يقرب التعب يزيد، إحساس بعدم القدرة على الفهم يزيد. وده مش ضعف، دي طريقة العقل اللي بيحميك بيها. ودي المعادلة، إن الحماية دي ممكن تكون موجعة جدا، ولأن جزء منك عايز يفهم وجزء تاني مأمن على نفسه بالمسافة دي. العقل لما يقرر يحميك بطريقته مش دايما بيحميك بالطريقة اللي انت عايزها، العقل دايما بيحميك بالطريقة اللي شايفها تنفع. في لحظة الصدمة العقل مش بيفكر صح وغلط، هو بيفكر يتحمل ولا لأ. ولو الإجابة كانت لأ، العقل بيبدأ يشيل تفاصيل، يشيل مواقف، وأحيانا يشيل إحساسك بنفسك، مش علشان يحميك زي ما قلنا لكن علشان تحافظ. وده بيخلي الإنسان بعد كده يعيش، بس وانت مش فاهم نفسك كويس. كل يوم في حاجة بتخليه يحس بعدم وضوح، إحساس إنه جزء من حياته ناقص، جزء من وجوده مفقود. وده أصعب حاجة، أصعب من النسيان نفسه، وأصعب من فقدان تفاصيل، وكمان أصعب حاجة الإحساس الغريب اللي جواه. أخطر حاجة عزيزي المستمع
مش النسيان، أخطر حاجة هي الإحساس. النسيان دايما مش مؤلم، لكن اللي بيجي بعده مؤلم جدا. إحساس بالخوف من غير سبب، إحساس بالضيق من غير مواقف، إحساس إنك تبعد عن ناس أو أماكن من غير تفسير، كأن جسمك فاكر والعقل مش قادر يوصل. وده بيخلي الشخص طول الوقت حاسس إنه مش مظبوط، وإنه في حاجة ناقصة، وإنه دايما بيحاول يلحق إحساس مش واضح، ومفيش حد حواليه شايفه بنفس الطريقة. كله شايفه طبيعي، وهو جواه متحرك، مش قادر يشرح ومش قادر يفهم. وده بيسبب شعور بالوحدة والانعزال. حتى لو موجود وسط ناس، الشعور ده بيكبر ويقوي الصراع الداخلي، وبيخلي كل محاولة للفهم صعبة ومؤلمة. تعالوا نتكلم عن أنواع الذاكرة وتأثير الصدمات عليها. الذاكرة مش حاجة واحدة، هي مجموعة من الأنظمة اللي بتشتغل مع بعض. في ذاكرة قصيرة المدى، ودي اللي بتسجل اللحظات اللي بتحصل دلوقتي، كل الكلام، كل حركة، كل إحساس، بس بتختفي بسرعة لو ما تكررتش أو ما تسجلتش بجزء أعمق. في ذاكرة طويلة المدى، ودي اللي بتحتفظ بالذكريات المهمة والأحداث اللي شكلتك، الناس اللي قابلتهم واللحظات اللي فرحتك فيها أو جرحتك، ودي اللي أحيانا الصدمات بتحاول تحميها أو بالعكس تشيل منها أجزاء علشان تحميك. في ذاكرة عاطفية، ودي اللي بتحسسك بالخوف، بالفرح، بالحزن، حتى لو مش فاكر الحدث نفسه، هو إحساس وموجود. وده اللي ساعات بيخلي الإنسان يحس بتعب من غير سبب، لأن جسمه حاسس وعقله مش فاهم. وفي ذاكرة إجرائية، ودي اللي بتحتفظ لك بالمهارات، الحركات، العادات، حتى لو عقلك مش متذكر كل التفاصيل. جسمك لسه بيتصرف بطريقة معينة لما حد يعدي بصدمة قوية. كل ذاكرة من دول ممكن تأثر بشكل مختلف. قصيرة المدى بتختفي، طويلة المدى بتتلخبط، العاطفية تبقى سريعة التفاعل، وده اللي بيخلي الإنسان ساعات يحس إنه فاقد نفسه، مش فاهم تصرفاته، مش فاهم شعوره. وده شعور غريب ومؤلم جدا، لكنه طبيعي في مواجهة النسيان الناتج عن الصدمات. وهو جزء من محاولة العقل يحميك من الألم اللي ممكن يكون أكبر من قدرتك على التحمل. تعالوا نجاوب على شوية أسئلة ممكن تبقى شغلة تفكير معظم الناس منكم. أول حاجة ممكن تيجي بال أي حد: هل فقدان الذاكرة ده ضعف مني؟ وهي في الحقيقة لأ، مش ضعف، ده العقل بيحمي نفسه بطريقته، وده شعور طبيعي بعد الصدمة. ساعات جزء من ذاكرتك يتقفل أو يختفي مؤقتا علشان تحافظ على نفسك، وده مش معناه إنك أقل قيمة، بالعكس ده دليل إنك بتحمي اللي مهم حتى لو مش فاهمه دلوقتي. ليه بحس بالفراغ والضياع أحيانا من غير سبب واضح؟ الإحساس ده بيجي من عدم التوافق بين العقل والجسم بعد الصدمة. العقل بيقرر يحميك والجسم لسه مستجيب، وده بيخلق فجوة، شعور إن جزء منك واقف بره بيراقب وانت جوه مش قادر تفهم كل حاجة. طبيعي إنك تحس بالضياع، ومفيش حد يقدر يقول لك ده غلط، ده إحساس موجود، لازم تسمح لنفسك تحسه من غير ضغط أو لوم. ازاي ممكن أفهم نفسي أو مش فاكرة كل حاجة؟ مش لازم كل حاجة ترجع أو تتفسر علشان تقدر تفهم نفسك. أحيانا من الفهم بيجي من الإحساس، من الملاحظة، من قبول اللحظة بدون محاولة تفسير.
يعني ما نحاولش نفسر كل تفاصيل الماضي، ولما تدي لنفسك مساحة تحس من غير ما تحاول تفسر، ده بيساعدك تعيش اللحظة وتبدأ تبني أمانك الداخلي. طيب هل كل اللي بننساه ضايع؟ الإجابة إنه مش كل حاجة ضايعة، جزء منك موجود جواك، جزء مستني اللحظة الصح يظهر فيها، جزء تاني لسه مش محتاج ترجعله دلوقتي. المهم إنك لسه موجود ولسه قادر تحس وتتنفس، ده هو اللي بيخليك تكمل. ازاي ارجع احس بالامان وانا جوه الفوضى دي؟ الامان مش دايما محتاج فهم كل حاجة، مش محتاج ترجع كل تفاصيل الماضي. الامان ممكن يجي من التعامل بلطف مع نفسك، من مساحة تحس فيها من غير ضغط، من قبول ان مش كل حاجة واضحة دلوقتي. امانك جواه موجود حتى لو عقلك مش فاهم كل التفاصيل. طب هل لازم افهم كل حاجة عشان اتعافى؟ لا، مش لازم. التعافي ساعات بيجي من السماح لنفسك تحس، من الهدوء، من التعامل مع اللحظة من جواك، من النفس اللي لسه بتتنفسه. والفهم الكامل ممكن يجي بعد فترة أو مش ممكن يجي خالص، ومفيش مشكلة، المهم إنك مستمر ولسه موجود. من جوايا أنا عديت بفترة حسيت فيها إن جزء مني مش موجود، مش فاكرة تفاصيل معينة، بس حاسة بتقل، حاسة بالخوف وأحيانا من غير سبب، حاسة بالضيق من غير موقف. كنت بضحك، كنت أخرج، كنت بتكلم، كل حاجة حواليا طبيعية، بس جوه إحساس بالفراغ، شعور بإن جزء مني واقف بره بيراقب. كنت بلوم نفسي، ليه كده؟ ليه مش قادرة أفهم نفسي؟ ليه حاسة باللي بحسه؟ طول الفترة دي كنت بحاول أفهم، وكل محاولة كانت بتزود التعب، وكل محاولة كانت بتخليني أحس إني أقوى، بس في نفس الوقت تايهة. ولحد ما فهمت إن جزء مني اتشال، مش ضعف، ده العقل حاول يحميه. ومن ساعتها بدأت أتعامل مع نفسي بطريقة أهدى، بطلت أضغط على نفسي في إني أفهم كل حاجة، بدأت أدي لنفسي مساحة أحس من غير تفسير، بدأت أسمح لنفسي أعيش اللحظة، بدأت ألاحظ كل إحساس جوايا من غير ما أحاول أفسره. وده ساعدني أرجع أهدى، أرجع أحس، وأرجع أكون موجودة حتى لو في بعض التفاصيل مش واضحة. في نهاية حلقتنا، مش كل اللي بننساه ضعف، ساعات دي بتكون محاولة العقل إنه يحميك. يمكن مش جزء منك واضح، بس ده مش معناه إنه ضاع، يمكن مستني الوقت الصح يظهر فيه، يمكن مش محتاج ترجع كل حاجة دلوقتي. المهم إنك لسه موجود ولسه قادر تحس وتتنفس، وده اللي بيخليك تكمل ولسه بتتنفس. خد نفس وافتكر إن النفس اللي جواك لسه شغال ولسه موجود ولسه بتتنفس. كانت معاكم فاطمة عادل من لسه بتنفس.